أهلا بيكم حلقة جديدة من مسلسل ورود وذنوب. الموسم الأول مدبلج والحلقة السادسة. وبتبدأ الحلقة ونشأت في مركز الأمن بعد ما تهجم على مدرس البيانو وضربه قدام الكل. وبيدخل المحامي ومع زينب علشان يطلعوه، وبيخلصوا كل الأوراق وبيطلع. وبيعرفوا المحامي إن الأستاذ سحب الشكوى ضده، وعلشان كده مش هتتفتح قضية. وبيطمنوا كمان إن ما كانش فيه أي صحافة في المكان، ومحدش عارف باللي حصل في الحفلة. بيشكروا نشأت على تعبه معاه، وبيستأذن المحامي وبيمشي. وزينب متغاظة من نشأت لأنه متجاهلها وكمان ما شكرهاش، وبتعرفه إنها السبب في إنه يطلع وما يتحبسش، وهي اللي خلت الأستاذ يسحب الشكوى ضده. وبيتعصب نشأت من كلامها وبيرد: هو أنا قلت لك روحي واعملي كده؟ وبيسيبها وبيمشي وبيتصل بواحد من رجالته وبيطلب منه يجيب له عنوان مدرس ليال. زينب أول ما بتسمع كده بتشد منه التليفون وبتقفله، وبتخاف يروح ويتخانق كمان معاه في بيته. وبيتضايق جدا نشأت منها وبيحاول ياخد التليفون وبيقول لها ما تتدخلش. بس زينب بتريحه وبتقول: اطمن، الأستاذ مش هو حبيب مراتك. بيستغرب نشأت وبيسألها: وعرفت ازاي وقلتي له ايه؟ بترد عليه: ما تقلقش، انا قلت له انك فكرته بيتقرب من مراتك عشان راسم نفس الوشم، بس هو وضح لي انه لما شاف الوشم على ايدها عجبه وطلب منها انه يرسم زيه، وهي وافقت واخدته على المكان ورسمه مش اكتر، وان كمان وشم بيان عليه ارقام بس هو ما رسمهاش علشان ما تهمهوش. بيرد عليها: صح، 1012، بس أعرف منين إنه ما بيكذبش؟ بترد عليه: ما تقلقش، أستاذ البيانو مستحيل يتقرب من مراتك لأنه ما بيحبش الستات، ولو فرضنا إنه تقرب منها فنقدر نعمله تحليل DNA مع قمر علشان نتأكد. وبتطلع منديل في خصلة شعر من راسه، وبيتفاجئ جدا نشأت من اللي بتعمله، بس بدل ما يشكرها بيقولها ما تتدخلش تاني لأنه أصلا مش محتاج مساعدتها. وبتتغاظ جدا منه زينب وبترد: أنا ما عملتش كده علشانك، أنا عملت كده علشان ليال. بيحزن نشأت لأنه بوظ أول عرض لبنته واللي تعبت فيه سنة كاملة بتتدرب عليه. بس زينب بتهون عليه إن اللي حصل كان غصب عنه بسبب المشاكل والظروف اللي بيمر بيها. نشأت مش بيرد عليها وبيمشي. وبتتغاظ أكتر منه زينب لأنه برضه ما شكرهاش، وبتمشي هي كمان. وبعد شوية بيرجع نشأت على البيت وبيروح يطمن على ليال، وبيعتذر منها على اللي عمله وبيطلب منها إنها تسامحه. وليال بتبكي وبتتخانق معاه وبتزعق فيه لأنه بوظ كل حاجة وضيع تعبها وأحرجها كمان قدام الناس، وبتطرده لأنها مش عايزة تشوفه تاني، وبتنهار على الآخر. نشأت مش بيعرف يقول حاجة وبيطلع. وبتقهره أكتر ليال وبتصرخ فيه: أنا بكرهك قوي. وبتطلع كمان رنيم وبتكمل عليه وبتقول: يا ريتك انت اللي في غيبوبة مكان ماما. وبتدخل تاني. وبيتقهر جامد نشأت من كلام بناته وإن هما مش بيحبوه وبيمشي. وبيعدي الوقت ونشأت قاعد لوحده حالته صعبة بيشرب علشان ينسى، والوقت متأخر. وبتشوفه زينب وبتروح تطمن عليه، وبيصعب عليها لما بتشوف حالته وبتقعد معاه. وكأن النشأت مصدق يلاقي حد وبيقول: أنا تعبان قوي، أنا عملت كل اللي أقدر عليه علشان ما يكرهوش أمهم ولا يعرفوا بالمصايب اللي عملتها ولا حقيقتها، وكل ده بس علشان ما يزعلوش، بس هم كرهوني أنا وبيتمنوا إن أنا اللي أبقى في غيبوبة مكانها. بتهون علي زينب وبترد: هم مش بيكرهوك، هم بس قالوا كده من زعلهم، ويمكن لو كنت أخدتهم في حضنك وهديتهم وبكيت معاهم كانوا ارتاحوا. بيرد عليها بوجع: معقول أبكي عشان واحدة خانتني؟ زينب مش بتعرف ترد عليه وبتقوم تعمل له قهوة علشان يفوق، بس بيوقفها نشأت وبيمسك إيدها لأول مرة وبيقول: بس أنا عمري ما خنتها. بتتفاجئ جدا زينب منه وبيصعب عليها أكتر وبتدخل. وبيكمل نشأت قعدته وبيشرب أكتر. وتاني يوم بيبقى يوم عيد ميلاد ليال، وبيعرف نشأت أمه إنه هيعمل حفلة ليال ويحتفل بيها بعيد ميلادها زي العادي، بس هي بتعترض ومش موافقة أبدا يحتفلوا بعيد ميلادها وأمها مش موجودة وفي غيبوبة. بس نشأت بيصمم وبيقول لها إنه كلم دكتور نفسي وهو اللي شجعه يعمل كده علشان البنات ما يتأثروش أكتر، وإنه كمان كل حاجة جاهزة لأن بيان جهزتها قبل كده. وبتطلع وقتها رئيفة بالقهوة وبيسألها نشأت عن بناته،
وبتعرفه إن هما صحيوا من بدري وراحوا مع زينب على المستشفى عند أمهم. بيزعل نشأت لأن هما راحوا من غيره. وفي المستشفى البنات واقفين قدام العناية وبيبكوا وبيتمنوا إن أمهم تصحى وترجع لهم من تاني، وقد إيه هي وحشتهم. وقمر هي كمان واقفة معاهم وبتحاول تشوف أمها، وبيبقى في ورد قدام الغرفة وبيفكروا البنات إن أبوهم هو اللي جابهم لأنه النوع المفضل لأمهم، وبيمشوا. وبتاخد زينب قمر وهيمشوا هما كمان، بس بتطلع وقتها الممرضة من غرفة العناية وما بتصدق قمر إن الباب مفتوح. بتدخل جارية عند أمها وبتخاف زينب وبتدخل وراها. وبتقرب قمر من بيان وبتقول: أنا بحبك أوي يا ماما، أنا مش زعلانة منك أبدا، يا ريتك تفوقي. وبتبوس إيدها. وبتخاف زينب تحصل مشكلة وبتاخدها وبتطلع. وبعد شوية بتبدأ حفلة عيد الميلاد والكل بيسلم هديته الليال وبيهنوها، بس هي مش مبسوطة وبتقول لرنيم تشغل لها فيديو عيد ميلادها اللي فات علشان أمها كانت معاهم. وبيجي وقتها كمان شريك نشأت وبيرحب بجهاد. وبيجي نشأت وبيتضايق لأنه مش من العيلة، بس هو بيرد ببرود إنه من أصحاب العيلة والمقربين كمان. نشأت بيتضايق منه أكتر وواضح إنه مش بيحبه. وبيشتغل وقتها فيديو لعيد ميلاد والكل بيقف يتابعه. وبتزعل أكتر ليال وبتبكي لأنها مفتقدة أمها. وبيوصل وقتها كمان جاد على الحفلة، وأول ما بيدخل بيشوف قمر واقفة لوحدها. بيقرب منها وبيسألها ازاي جت على هنا. بترد عليه: أختي زينب هي اللي جابتني. بيرد عليها: وهي دي أختك الحقيقية؟ طب مين أمك؟ بتخاف قمر وبترد: ممنوع أقول اسمها. بيشك أكتر جاد وبيسألها: طب ونشأت عارف انت مين؟ قمر بتخاف منه ومش بترد عليه وبتجري. وبيتأكد جاد من شكوكه إنها بنت بيان. أما زينب فبتدور على قمر وبتلاقي نشأت قاعد لوحده في الاستراحة، وبتسأله ليه مفيش أي أصحاب لليال في الحفلة وكل اللي موجودين كبار في السن. بيعرفها نشأت إن ليال مش اجتماعية أبدا وما عندهاش أصحاب، وكل اللي موجودين هم قرايبهم ومن العيلة. بترد عليه واضح: أصل إحنا الصبح رحنا على المستشفى والبنات شافوا أمهم وانبسطوا، وشافوا هناك كمان ورد الزنبق وفكروا إن أنت اللي جبته. بيتصدم نشأت وبيرد: بس أنا ما روحتش. بترد عليه: يبقى يمكن رفيق ليها هو اللي جابه وزارها. وبتستأذن وبتطلع. نشأت بيشك جامد وبيتصل بواحد من رجالته اللي مكلفهم يراقبوا المستشفى كويس، وبيزعق فيه لأنه مش بيشوف شغله وما قالوش مين اللي زار بيان النهاردة. وبيدافع الراجل عن نفسه إن مفيش أي حد غريب جه وزارها، والعيلة بس هم اللي زارتها. نشأت بيأمره يراجع الكاميرات ويعرف مين اللي جه ومعاه ورد كمان ويعرفه في أسرع وقت، وبيقفل معاه. أما زينب فلسه بتدور على قمر وبتطلع للطابق العلوي من البيت، بس برضه مش بتلاقيها. وهي نازلة بتخبط غصب عنها في كتب على الأرض وبتوقعها. بتبدأ تلمها وبتلاقي فيهم كتاب وشكله غريب، وبتتصدم جامد أول ما بتشوفه متخبي في تليفون، وبيبقى ده التليفون السري البيان اللي كانت بتتكلم منه مع عاشقها. وبتحاول زينب تفتح التليفون بس عليه باسورد طبعا. بتفتكر فورا كلامها مع نشأت عن الوشم وإن بيان كاتبة عليه أرقام مميزة، وفعلا بتكتب الأرقام الوشم وبيتفتح التليفون. وأول حاجة بتشوفها هي سجل المكالمات، وبتلاقي فيه رقم واحد هو اللي بتتصل بيه وبيتصل بيها دايما، ومن غير أي تفكير بتتصل تشوف هو مين. وفعلا بيتفتح الخط، وبتتصدم أكتر أول ما بتسمع صوت أم نشأت وبتعرف إن الشخص ده موجود تحت في الحفلة، ومش بتقدر تستوعب أبدا ولا بتصدق. وبتنزل جري تشوف هو مين، وبتقف تراقب كل الموجودين ومين اللي ماسك التليفون، بس للأسف مش بتوصل لأي حاجة. فبترجع تاني تتصل بنفس الرقم علشان تعرف هو مين. وبيرن وقتها تليفون على ترابيزة ومفيش أي حد جنبه، وبتفكر زينب إن هو ده التليفون، بس اللي بتيجي صاحبة التليفون وبتاخده. وبتفضل زينب ترن وبتمشي وسط الناس علشان تعرف هو مين، بس فجأة الخط بيتقفل. وبتمشي بسرعة علشان تقول لنشأت في الاستراحة. وبيشوفها جهاد وهي بتجري، وبيشك فيها وبيروح وراها وبيسألها في ايه. زينب بتتفاجئ بيه وبترد عليه: أبو قمر موجود هنا. بيتصدم جهاد وبيسألها ازاي.
زينب مش بترد عليه وهتطلع تدور على نشأت، بس بيوقفها جهاد وبيسألها مين أبو قمر. زينب بتتوتر وبتستأذن منه علشان يسيبها لأنها لازم تروح لنشأت وتعرفه، بس جهاد مش بيسمح لها أبدا وبيسألها تاني مين أبو قمر. بترد عليه بتوتر معرفش هو مين، كل اللي أعرفه إنه موجود هنا في الحفلة، أنا لازم أقول لنشأت بيه بسرعة علشان يتصرف. بيوقفها جهاد برضه بيرد اهدي شوية قبل ما تروحي وتقوليله لازم أخبي السلاح لا يعمل بيه مصيبة. زينب بتترعب وبتتفاجئ لأن نشأت مع سلاح ومش بتصدق أبدا إنه ممكن يتهور للدرجة دي. وبيحاول جهاد يفتح خزنة نشأت بس مش بيعرف، وبيخوف زينب أكتر إنها لو قالت لنشأت إن مراته بتخونه مع حد من قرايبه أكيد هيجنه وهيقتله، بس زينب مش بتصدق إنه ممكن يعمل كده أبدا. بس جهاد بيخوفها أكتر وبيقول بخبث مفيش حد يقدر يتوقع الراجل اللي اتخان ممكن يعمل إيه، وعلشان كده قوليلي علشان أحاول حل الموضوع قبل ما يتورط نشأت في مصيبة. زينب بترفض برضه وبترد وأنا مستحيل أخبي حاجة زي دي عن نشأت بيه، أنا مش زي مراته الكدابة. بيتعصب عليها جهاد لأنها عنيدة وبيرد خلاص روحي وقوليله وخليه يدمر نفسه ويدمر بناته لما يشوفوه بيقتل واحد قدامهم، افهمي بقى أنا أخوه أكتر واحد أخاف عليه. زينب بتبدأ تفكر في كلامه وبتضطر تحكيله اللي حصل، وبتعرفه إنها لقت تليفون بيان متخبي في كتاب وفيه رقم وحيد هو اللي بتتصل بيه دايما، ولما هي اتصلت بيه عرفت إنه موجود في الحفلة. بيشوف جهاد الرقم ومش بيلاقيه متسجل عنده، وبيقولها إنه هيدور عليه وهيعرف مين صاحبه، بس لحد ما يوصل لازم تستنى. بس زينب بترفض طبعا وبترد أنا لازم أعرف النهاردة هو مين، ومش بتديله أي فرصة يعترض وبتطلع. وبيخاف جهاد وبيطلع وراها. وفي الحفلة رفيف رفيقة بيان واللي فضحتها لنشأت بتحضر هي كمان الحفلة، وأول ما بيشوفوها البنات بيشكوا فيها إنها على علاقة بأبوهم وبيخون أمهم معاها. وبتشوفهم رفيف وبتقرب منهم وبتتعرف عليهم وبتعرفهم كمان على نفسها وإنها رفيقة أمهم القديمة، بس هما مش بيصدقوه لأنهم يعرفوا كل رفقات أمهم وعمرهم ما شافوها معاها. وبتسألها رنيم هو انتي رفيقة بابا؟ بترتبك رفيف وبترد لا احنا اتقابلنا صدفة في العرس. رنيم بتكدبها لأنها شافتها في النادي قبل كده مع أبوها وبتتكلم معاه، وكان يوم حادثة أمهم وكمان كان بيكلمها في التليفون. وبتتهمها العيال إن أبوهم بيخون أمهم معاها، وبتتصدم رفيف منهم ومش عارفة ترد. وبتسمعهم أم نشأت وبتتصدم من اللي بيقولوه وإزاي يفكروا كده في أبوهم، وبتقول لهم إن مستحيل أبوهم يخون أمهم لأنه بيحبها. وبتتوتر جدا رفيف وبتتحرك جامد. وبتطلع زينب كمان للحفلة وبتقف تراقب كل اللي موجودين وبتسأل إيه صلة القرابة اللي بينهم وبين بيان. وبيتضايق جدا جهاد من اللي بتعمله وإنها بكده هتفضحهم، بس زينب ولا بيفرق معاها وبتسأل عن اللي بتشك فيهم، وبتروح تسلم عليهم كمان وتاخد منهم لو في أي كاس فاضي أو منديل. وبتعرف جهاد إنها هتعمل تحليل DNA لكل الموجودين علشان تعرف مين أبو قمر. وبتشوف وقتها جاد وهو بيحط الكاسة بتاعه على الترابيزة وبيمشي، بتشك فيه وهتروح تاخدها. وبيتعصب عليها جهاد وبيوقفها وبيقولها إنه مستحيل يعني تفكر في أخوهم وأكيد مش هتشك فيه. زينب ما كانتش تعرف وبتعتذر منه وبتروح تكمل. وجهاد ده شكله ورا مصيبة وجات كمان. وبتخلص الحلقة على كده. يا ريت لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. مستنية تعليقاتكم اللي دايما بتفرحني وبتشجعني، وشكرا لو وصلتم للنقطة دي. مع السلامة.